أعلمكم طريقة تتبيلة حقة اللحم. بشوحها بالفرن. أخذت هنا زيت زيتون بنفس الملعقة هذه، وحطيت الملح والثوم والزنجبيل، وهذا المسفرة اللون حق الأكل حق الطعم، وحطيت البهارات، وحطيت عليه شوي من الشطة، وحطيت شوي كركم، وأخلطهم الحين زين. وبدهن اللحم. هذا أنا غسلت، شوفوا بسم الله. وهنا فرشت القصدير، وهذا اللحم أعطي كله مكونات. يلا بدهن عندكم، شوفوا بسم الله. جيت حطيت الملح بعد، بدهن هذه والراس، وحطيت المسفر الطعام هذا عشان يعطي لون حلو في اللحم. هذه طريقتي أنا دائما أسويها، ما أدري عن كل واحد له طريقة، بس أنا أعلمكم طريقتي أنا اللي أنا دائما أسوي العيد والج العزيمة شيء. هذه هي طريقتي. أقول لكم هذا يسلم عليكم، شوفوا يقول له سلمي على متابعينك سلام كثير وباركي لهم، كل عام وانتم بخير. ها فاتح فمه ويسلم عليكم. هذا بعد ما دحنت كل هالبهارات الحين أغلفه بالقصدير. هذه هي الطريقة. شوفوا هاد الصحن البيتزا اللي عندي، لبست القصدير دي عشان لو طاح المرق يطيح هنا، ما يطيح بالفرن ويطلع دخان. خلاص الحين ندخله بالفرن. هذا الحين دحنا البهارات الحلو هذا الطيب، كان رجال طيب بس يعني. دحين شوية من لسانه. ترى فرشت بالفرشة نظيفة، وسلك الصحون النظيف كلها فرشت اسنان، ونظفت خشمه، ونظفت اذنيه، يعني روشت ترويش يعني مرة عميق. وذني بعد دهن شوي كذا. شوفوا النظافة، شوفوا حتى اسناني فرشت بالفرشة ومعجون، وقصدي فرشة حقت الاسنان، بس اني نظيفة جديدة يعني، فرشة فكيتها جديدة نظفته، والسلكة حقت الصحون طلعت يعني جديدة، فرشته بالدا عشان احك دا عشان يطلع الاسود بعد الحرق. وغلفت الحين دخلت الفرن والله مدة 2.5 ساعة. القصدير اللي هو السميك الاصلي، عرفتوا؟ انا اخذت الاصلي. في تقليد لقيت بس انه سعره 8 ريال، يعني نفس السعر اللي عند ابو 5 ريال و75 هلات يجيك 3 عباد. انا اخذت 8 ريال بس السعر ما عجبني. وش سويت انا؟ خليت البخور والاشياء دي، هذه الاصلي خليها دايم للشوي الدجاج واللحم. اخذ الاصلي هذا ب10 ريال حبة واحدة، وبس. هذا اللي وريتكم احسن عشان ما تشق وتطلع المرق حقت اللحم والدجاج. بس الحين بنقع الرز. خليت لحم على الفرن، اخليها مدة 2 ساعة، من 2 إلى 2.5 ساعة على بال ما يشوي بعد من فوق، ياخذ 2.5 ساعة. وبنقع الرز وبس. الرز عندي غسلت رز ابو كاس، واحط شوي، ما غسلته غسلتين بس، واحط شوي زيت. هذا هو الزيت تقريبا نص ملعقة. واحط الحين موية مغلية. بسم الله. خلاص اغطيه واخلي لين يستوي اللحم، وبعدين خلاص اغسلها مرة ثانية وخلاص نطبخها. هذا يعطيكم الرز مفلفل كذا حبة طويلة، وبس. هذه بغطيه وخليه. البصل انا بحط فوق الرز بصل المقلي بالبهارات وشوي ليمون اسود. هذه قطعته وحطيته بخليه يتحمر زيادة كذا. وهنا اللحم شوفوا ما شاء الله كمل 2 ساعة تقريبا، باقي له نص ساعة. والمرق هذا بحطه في الرز، انا طلع الزيت مع البهارات ودي بحطه في الرز بس. والله بكشن البصل وارجع لكم. مرق البصل حطيت عليه شوي ليمون ورشيت البهارات وملح بس. كنت بحط الزبيب بس عيالي ما ياكلون الزبيب، عشان كذا ما حطيت الزبيب. وهنا غسلت الرز، وهنا خليت البريد يطلع لي مرق، شفتوا؟ يلا والحين بشيل البصل واحط لي مرق. هذا طلعته من اللحم، وحطيت الفلفل، بحط ملح ومويه وخلاص.
خليه يستوي الرز وبعدين نطلع اللحم. خلاص كل شيء جاهز. خلص الرز باقي شيء بسيط. بسوي الحين البصل بوزعها هنا فوق وغطي القدر لان خلص المويه، باقي شيء بسيط وقصر النار وخلاص. هذا ما شاء الله تبارك الله اللحم يستوي، بس اعطيه له شوي كذا 10 دقائق زي كذا عشان يتحمر ياخذ اللون. شوفوا مستوي ما شاء الله. اعطيته 2.5 ساعة. الحين بشغل الفرن اللي فوق، اعطيها التحميره شوي خفيفه كذا عشان يطلع حلو وبس. هذه. وهنا شوفوا حطيت الرز عشان اوريكم. حطيت الرز عليها شوي بهارات ورشيت ليمون اسود مطحون كذا، رشيته من فوق وخلاص. اقلبها لجيت بغرف الاكل اشيل البصل واقلبها. يلا هذا الحين بدخله بالفرن عشان ياخذ اللون بس. هذا الرز ما شاء الله خلص. بشيل البصل هنا. شوفوا البصل وكشنا. شوفوا تخلط البهارات. بشيل البصل مع الفليفله وبحط الرز وهذا الراس. بسم الله. هذا الراس ما شاء الله تبارك الله مستوي. شوفوا خلاص. اللي عنده ذبايح تبون اطبخ له، تبوني اطبخ لكم عادي جيبوا لي بطبخ لكم. اعطوني حقة الشغل يد واطبخ لكم. جيبوا لي ذبيحه واطبخ لكم. والسلطه هذا هو ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الحين بحط الكشنه وخلص. يلا هات الكشنه اللي هنا اوزعها الرز. هذا هو يا جماعة الخير. شوفوا هذا هو طبخي. اكتبوا لي تعليق، اعطوني رايكم كيف الطبخ. الرز طاحة بالبصل هنا، المفروض اني احطه بس هنا في الصحن صغير كنا وبس. هذا شغل يدي. شوفوا كيف باقي بحط الليمون وبسوي سلطة ولبن وزبادي اعطيهم خلاص. سويت انا بس في الثلاجة بحط لهم بالصحون.